تخيل معايا جوج ديال الاشخاص باغيين ينقصوا من السكر. الاول قرر بانه غادي يمتنع على انه ياكل السقاطه واي حاجه فيها السكر بصفه عامه، ولكن الدار مازال فيها السقاطه ومازال فيها الاطعمه اللي فيهم السكر. الثاني قرر انه يقطع السكر، ولكن زاد واحد الحاجه ثانيه، هو انه قرر يحيد اي حاجه فيها السكر من الدار وعمر الثلاجه بالاكل الصحي. شكون فيهم اللي غادي تكون عنده نسبه اكثر في النجاح؟ غالبا الثاني هو اللي غادي ينجح، لانه ما عندوش شي حاجه تشجعو باش ياكل السكر في الدار. الفرق بيناتهم هو المحيط. الاول كيحاول يقاوم، والثاني بدل المحيط ديالو باش ما يبقاش محتاج يبدل بزاف ديال المجهود في المقاومه. نفس الشيء كيطبق على اي حاجه باغي تكتسبها. باغي تقرا، دير كتاب قريب منك وحيد التليفون من جنبك. باغي تنقص من تضييع الوقت، حيد كاع التطبيقات اللي كيضيعوا لك الوقت ديالك وخلي غير الحاجات المهمه في التليفون ديالك. باغي تبدا تلعب الرياضه، حط الصباط ديالك في اقرب بلاصه قريبه عليك، لانه راه كتجي واحد الوقيته كيضعف فيها الانسان. لهذا خلي المحيط ديالك يكون داعم ليك في هذه اللحظه، ماشي يكون عبء عليك حتى هو.